اخيرا حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر. اخيرا اللهم لك الحمد. اخيرا جه اللي هيرجع لمنتخب مصر هيبته في قارة افريقيا. اخيرا جه المدرب اللي هيقول لي انني شنطتك وعلى ارسنال يا برنس. اخيرا برضو جه المدرب اللي هيبقى في اي حد لا مؤاخذه يقول لك اصل انا مصاب عايز اتعالج يمين او عايز لا مؤاخذه اتعالج شمال، هيقول له شنطتك برضو واتكل يا برنس. اخيرا المسؤولين في مصر سمعوا كلام الشعب المصري لاول مره في التاريخ. دي تتكتب في التاريخ يا جماعه. طبعا دلوقتي واحد موزمبيقي لا مؤاخذه هيجي يقول لي بقول لك يا كابتن، هو يعني حسام حسن خد كام بطوله علشان تعمل عليه الهليله دي كلها؟ هقول له بص يا برنس، اسمع كلام اخوك السويسي اللي قال لك ايه، ما بتتحسبش كده يا صاحبي لا مؤاخذه يا باشا. كل فرقه وليها ظروفها ومتطلباتها. طبعا عامه يا باشا حسام حسن اللي انت بتتكلم عليه ده هو خد الزمالك دربه لما كان في المركز ال 13 وطلع بيه لحد المركز الثاني وكان قريب جدا من الدوري. وخد برضه فرقه النادي المصري اللي كسب بيها اهلي وزمالك بكل نجومهم. وخد دي كمان، ده درب منتخب الأردن وعمل بيه نتائج قياسية جدا في وقتها في ظل الظروف والإمكانيات المتاحة ليه ساعتها. حسام حسن يا صاحبي هو البداية لتنظيف منظومة بأكملها. منظومة الكرة المصرية بأكملها محتاجة تنظيف، وده البداية حضرتك. بغض النظر يا برنس عن الكرباج اللي هيمسكه حسام حسن والحمقى والحماس اللي احنا محتاجينه، بس برضه فنيا ما ينفعش تبخس مجهود حسام حسن. لا، فنيا برضه حسام حسن عنده فكر وعنده استراتيجية بيعرف يطبقها، وحسام حسن بيعرف يتعامل مع كل ماتش بظروفه على حسب الظروف وعلى حسب امكانيات لعيبته. علشان كده حسام حسن هو الانسب في الوقت الحالي لتدريب منتخب مصر. من الاخر احنا محتاجين مدرب قلبه من حديد وفي نفس الوقت كده من دمنا، ويعرف يخاف علينا ويحافظ على المنتخب. وباذن الله العميد هينجح مع المنتخب. كل التوفيق ليك يا عميد، وان شاء الله ترجع للكرة المصرية هيبتها في افريقيا بعون الله.